أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة. الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أحمده جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى آلائه ومننه التي لا تستقصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أن الله بحكمته قضى أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، ليعرف العباد أنه حليم عليم رؤوف رحيم، وليرغبوا في الخير ويحذروا من أسباب العذاب الأليم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن الله طيب لا يقبل من الأعمال والأقوال والنفقات إلا طيبا، والله جواد يحب الجواد، يحب الجود، كريم يحب الكرم. وما نقصت صدقة من مال بل تزيده، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد إلا رفعه الله، ومن أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه، ومن عفى عنهم عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له، ومن تكبر عليهم وضعه الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. ومن أمسك عما عليه أتلفه الله. وما ظهر الغلول وأكل المال بغير حق في قوم إلا أوقع الله في قلوبهم الرعب وابتلاهم بالذل. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. وما نكث قوم العهد إلا سلط عليهم الأعداء. وما فشى في قوم الزنا إلا كثر فيهم الوباء والموت. وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ومن وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ومن آوى إلى الله آواه الله. ومن استحيا من الله استحيا الله منه. ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. ومن تقرب إلى الله تقرب الله إليه أكثر. ومن أشبع مسلما من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. ومن سقاه على ظمأ سقاه الله من أنهار الجنة. ومن كساه من عري كساه الله من حلل الجنة. ومن نصر أخاه المسلم نصره الله. ومن خذله خذله الله. ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وأظهر عيوبه. ومن سترهم وأغضى عن معايبهم ستره الله. ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستغني يغنيه الله. ومن يصبر يصبره الله. ومن أقال مسلما ببيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومن ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. ومن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ومن جمع بين متحابين وأصلح
أو أصلح بين اثنين جمع الله بينه وبين أحبته وأصلح له شأنه. ومن كانت همته الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وهكذا عباد الله في جميع الأمور، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقوى الله جل وعلا أساس السعادة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم تذكروا رحمكم الله أن هذه الحياة الدنيا التي نعيشها ونحيا الآن فيها ميدان للعمل، وما يقدمه فيها العبد من خير أو شر يلقاه بين يديه يوم القيامة، يوم يلقى الله ويقف بين يديه سبحانه وتعالى. إن كان قدم إحسانا لقي يوم القيامة إحسانا، وإن كان قدم إساءة لقي يوم القيامة من جنس عمله. قال الله تعالى في الإحسان: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال تعالى في الإساءة: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فاتق الله عبد الله ما دمت في دار العمل، وعليك بالبدار إلى صالح الأعمال وسديد الأقوال قبل فوات الأوان. ونسأل الله تعالى أن يأخذ بنوافينا إلى الخير، وأن لا يأتي لنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا سبيل السلام، وأن يمن علينا أجمعين بالقيام بالأسباب النافعة والأعمال الصالحة، وحمانا من الأسباب الضارة، وهدانا إلى الصراط المستقيم.